فقد روى البخاري رحمه الله عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. فصيانة اللسان وحفظ اللسان، هذا اللسان الذي أورد كثير من الناس الموارد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال، ما ينتبه لها الكلمة وما يركز معها، لا يلقي لها بال، تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. نعوذ بالله والله. كلمة واحدة، كلمة، يعني تصور هذه كلمة تفعل هذا، فكيف بمن يقول كل يوم كلمات، كل يوم له كلمات، يتحدث مع هذا ويتحدث مع هذا وينقل مع هذا ويقول مع هذا، وعندما تقول له: يا فلان اتق الله، هذه غيبة، هذه غيبة، يقول: أنا مستعد أن يقولها أمامه. أنت مستعد أن تقول أمامه؟ هذه لا تدل على الشجاعة والجرأة، هذه تدل على شدة جرمك. أنا مستعد أني أقولها أمامه. إيش تقول أمامه؟ أنت الآن عندك أولا سجلت عليك غيبة، ركز معي، سجلت عليك غيبة، هذه مسجلة. الله عز وجل جعل لك ملائكة تسجل كل شيء. إن عليكم لحافظين كرام كاتبين يكتبون كل شيء، ما والله لا يتركون صغيرة ولا كبيرة. ولذلك سيقولها الإنسان، أنا وأنت سنقول نعوذ بالله أن نكون منهم. قل: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، ولا أحد ما يظلمك. الله عز وجل: ما كان ربك بظلام العبيد. كل كلمة تقولها ستسجل عنك. كما ذكرت لكم، أكثر ما يدخل الناس النار هذا اللسان، هذا اللسان.